رسميا بقى باسم يوسف بيرجع لقناة اون. طبعا هو كان اشتغل عليها في البدايات خالص، اول بدايات باسم يوسف بعد ما جه من الانترنت راح على اون، كان بيقدم برنامج وقت حكم المجلس العسكري، وبعد كده اتنقل طبعا لسي بي سي، بعد كده ام بي سي. وطبعا هو النهارده اغلى اجر لاعلامي في الوطن العربي، 22 مليون جنيه مصري شهريا، حوالي 400 الف دولار. وعدى عمرو اديب 2.5 مليون دولار في السنه. تمام، ده عداه، ده تقريبا 5 مليون دولار في السنه دلوقتي باسم يوسف. وهيقدم فقره واحده فقره في برنامج كلمه اخيره بتاع احمد سالم، فقره صغيره كده وهتبقى مسجله. طبعا احنا عارفين مسجله ليه برضه، عشان باسم يوسف ممكن يكون مش مضمون. الفقره غالبا هتتكلم عن القضيه الفلسطينيه بس. بالمناسبه ده اللي كان بيحصل زمان برضه، كان بيسجل حلقات ويبعتها. لكن هو برنامجه انا راهن هو هيبقى عن الشأن الفلسطيني بس، هيتكلم عن امريكا، وده رد اعتقد يعني من السياسة في مصر على اللي بيحصل على الحدود عندنا، ان يعني احنا ايه، هنجيب لكم حد معارض، صوت معارض يعني، كان معارض بره وكان ليه دور في الاحداث تختلف او تتفق معاه في الفترة اللي فاتت، هيجيبوه يتكلم عن كده بقى، هينتقد طبعا السياسات الامريكية وكده. وانا اتمنى انه ميبقاش مجهوده كله رايح هنا، لان احنا كعرب عارفين القضية. هو لو كان عايز يتكلم يكمل بره زي ما هو كان شغال، عشان يعرف ناس تانية ودول تانية وشعوب تانية بالحقوق بتاعت العرب في الأراضي الفلسطينية، وما ينصبش موضوعه كله ولا مجهوده كله يبقى رايح للداخل العربي أو المصري من خلال اون تي في، لأن احنا عارفين القضية. فأتمنى يكون شغال هنا وهنا في الحالتين. وانا شايف الاعلام المصري مش مؤثر قوي بصراحه، يعني حتى مهما كان برنامجه ده ناجح فمش هيأثر في القضيه الفلسطينيه خالص من وجهه نظري، بس هيأثر في الاجيال الجديده. يعني الاجيال الجديده اللي طالعه اللي مش عارفه لسه القضيه الفلسطينيه، باسم يوسف ممكن يكون اداه ان هو القضيه ما تموتش في الاجيال الجديده. يمكن الاجيال بتاعتنا عارفه القضيه كويس، لكن في اجيال جديده مش فاهمه اي حاجه، فده حاجه كويسه برضه، ده خير يعني. الناس اللي فاكره ان باسم يوسف هو ليه برنامج لوحده، لا، هو ليه فقره في برنامج، ومع ذلك واخد فلوس اكتر تقريبا من اللي بيقدم البرنامج نفسه. فهنشوف البرنامج هيبقى عامل ازاي، هل هيبقى مخيب للامال، هل هيبقى كويس، هل هيتناول بعض الامور في الداخل محدش عارف. هل دي يعني خطوه جديده خالص ان احنا لا نلاقي في انتقادات وكده كل الامور وكل الملفات عادي زي اي مكان يعني واي دوله، وده كان مسموح بيه في الاول على فكره، يعني كان مسموح بيه من في اول فتره. هل هيبقى كده؟ هنشوف الدنيا ماشيه ازاي، بس لحد دلوقتي اعتقد ان هو هيتكلم بس على الشأن الفلسطيني.